عاوزه بس افكركم وافكر نفسي ان ولادنا ما زالوا صغيرين. يعني حتى لو احنا حاسين ان هم كبروا وان هم بقى تينيجرز وعندهم 14 سنه ولا طلعوا شنب ولا الكلام ده كله ما يفرقش تماما. هم ما زالوا اطفال ومحتاجين حبنا واحضاننا والجايدنس بتاعنا ونصايحنا، محتاجين نبقى معاهم اكتر من الاول، اكتر من هم صغيرين، عشان هم بيبقوا في مرحله صعبه جدا ومتلخبطين وبيبقوا عندهم يعني اندبندنس اكبر. يعني احنا بنتوقع ان هم ينزلوا ويقابلوا ناس وممكن يسافروا وممكن يروحوا وممكن يروحوا النادي يقعدوا وقت كتير لوحدهم ومع اصحابهم، فنتوقع ان هم كبار، ان هم قد المسؤوليه دي، وهم يعني ان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه دي. بس محتاجين احنا نبقى في ظهرهم، ما نسيبهمش، ما نقولش خلاص بقى دول كبروا بقى، بصوا بقى مش حاطه ازاي، خلاص بقى فكك بقى وما يعرف يعمل ايه بقى، دماغه بقى يعمل اللي هو عاوز يعمله. لا، محتاجيننا نبقى معاهم ويحسوا ان احنا معاهم، ان احنا لا يعني ان احنا نخلي بالنا منهم وان احنا بننصحهم نصايح برضو. في الوقت ده احنا كان ممكن على وقتنا ما كانش حد بينصحنا، بس نقدر ازاي احنا نحميهم، نسيب لهم الزراع اسمه ايه، نسيب لهم البتاع، وفي نفس الوقت نبقى احنا موجودين في انتوا فهمتوا انا قصدي ايه، صح ولا ايه؟